قتلوا ضياء العوضي؟ مين اللي قتله وايه الحكايه؟ وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بص يا سيدي، الفتره اللي عدت دي انت سمعت كده عن نظام اسمه الطيبات، وسمعت عن الدكتور ضياء العوضي. خليني احكي لك الحكايه من الاول خالص. دكتور ضياء العوضي طبيب بشري واستشاري تخدير وعناية مركزة، ظهر على السوشيال ميديا كصانع محتوى طبي، قدم نفسه للناس على انه مؤسس لنظام غذائي صحي وسماه نظام الطيبات، اللي بيعتمد على قائمة من الأكل في منها الممنوع والمسموح. وهنا كانت الحاجة الغريبة، لأن القائمة دي فيها أكلات مفروض إنها من قديم الأزل وتصنيفها على إنها أصلا أكلات صحية ومفيدة، مش زي ما هو قال. وفي القائمة دي في أكلات معروف إنها مضرة، إنما هو شايفها لا، مفيش فيها مشكلة. باختصار ضرب ضربة قوية جدا في الثوابت الغذائية بتاعت الناس. تخيل انه بيقولك ان اللبن اللي انت اتربيت وكبرت عليه وانه مصدر اساسي للكالسيوم، ضياء العوضي قال ان اللبن وكل مشتقاته من الجبنة ممنوعة تماما لانها مضرة. انا للبن والمنتجات مشتقاته البيضة منه ان الكاسين مجرد ما بيلمس حمض المعدة بيتحول لحاجة اسمها اسيد كاسينات، يلزق بقى ده في جدار معدة حضرتك. في الأول بيحسسك إن أنت الله شبعان وحاجة ساقعة نزلت في معدتك، بعديها بشوية قولونك غازات، حركة أمعائك أنت بتحسها. أما الفراخ مش مسموح بيها، ومش كل اللحمة برضو تتاكل، ولا حتى كل الفواكه، ولا كل الخضروات مسموح بيها في نظام العوضي. وقال انه في بعض الفواكه مش مفروض اصلا ان البني ادم اللي ياكلها، البهايم بس. لا، هي مش اكل انسان اصلا، لا تؤكل، لا لحمتها تنفع للانسان، ما تنفعش تتاكل لحمه خشنه وناشفه. لا، الخضار ده للانعام، يعني انا اكل العنب وورق العنب ياكله الحمار اللي جنبي، يعني اخضر، انا ما اكله انا ليه ورق العنب؟ يعني اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ بيضروا الجسم، بيموتوا ساعتها. اللي بياكل بطيخ لازم يوميها قولونه بامعائه وبمعدته يحصل فيها تسمم النهارده. في نظام الطيبات ده دكتور ضياء شايف ان البني ادم مسموح ليه 15 معلقه سكر في اليوم، وده بالنسبه للدراسه اللي شيرتها وزاره الصحه العالميه ضعف الكمية. فانت مطلوب منك تقل عن 6 معالق في اليوم، لانه اكتر من كده هيعرضك لمقاومة انسولين وممكن لسكر بعدين. ده غير اللبن اللي الدكتور ضياء شايف انه من الممنوعات. كل الدراسات العلمية اللي اتعملت عليه، وانا هنا بكلمك باثبات علمي، يعني دراسة اتعملت وتشاف ليها نتائج فعلية، اثبتت انه مغذي جدا ومليان كالسيوم وفي بروتين كمان. فايه مصدر الكلام ده يا دكتور؟ دكتور ضياء قال كلام كتير جدا عن الاكل، منها البطاطس المقليه بالنسبه له مش مضر، في حين ان في دراسه اتعملت في جامعه كامبريدج نفسها اثبتت ان الشخص اللي بياكل البطاطس المقليه 3 مرات في الاسبوع معرض بنسبه 20% انه يصاب بمرض السكر. يمكن عشان هو مش مقتنع بمرض السكر. طيب انا ما قلتلكش الجزء الاهم في القصه دي كلها، انه دكتور ضياء في شويه امراض مش مقتنع بيها زي السكر، ومش شايف ان هو مرض اصلا يتخذ له علاج. ده غير انه شايف ان السرطان كدبه كبيره. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ضياء العوضي شايف انه مفيش مرض اسمه السكر، وان في امراض اصلا مش مفروض يكون ليها علاج، وشايف ان كمان مفيش علاج بيتاخد عن طريق الادويه، وان كل علاج البني ادم هو الاكل. امال الادويه اللي احنا بنبلبعها دي ايه؟ ويعني ايه مفيش سكر؟ الحقيقه ان الموضوع ده بقى معقد حبتين، وخصوصا بالنسبة للمقتنعين بنظرية المؤامرة. هم شايفين ان الأدوية دي اتعملت عشان تضحك على عقول الناس. بالعكس، دي ما كانتش هتموتهم من الأساس، لأن دي مافيا الأدوية، وإن شركات الأدوية دي شغالة على المنتج اللي هو المفروض الدواء بتاعك علشان هيقتلك مع الوقت. وسأل سؤال في الحقيقة المفروض انه عمل جدل أكتر وأكتر: هل الأنسولين ده علاج للسكر مهم زي ما شركات الأدوية بتحاول توهمنا؟ طيب مريض السكر قبل اختراع الأنسولين كان عايش ازاي؟ وللأسف ناس كتير جدا اقتنعت بده، بل وفي مرضى للسكر وقفوا الأنسولين نهائي. اصل تخيل مثلا حد يجي يقولك لو بطلت الأنسولين مش هيجرى لك أي حاجة. ناس كتير سمعت كلامه ووقفت الأنسولين، والكارثة إنه كان في حالة وفاة في القليوبية بسبب كلام دكتور ضياء العوضي، وتدهور كبير جدا لأكتر من حالة داخل طوارئ المستشفيات من المرضى اللي وقفوا الأنسولين عشان بس اتبعوا نظام الطيبات. وخليني أقولك معلومة مهمة جدا: مرضى السكر قبل اختراع الأنسولين سنة 1921 كانوا بيموتوا في أعمار صغيرة جدا بسبب إن هما كانوا بيتعرضوا
للتجويع علشان يقللوا من سعراتهم ويضمنوا ان السكر ما يعلاش، ومع ذلك برضو كانوا بيموتوا. وكان اقصى حد للتعامل مع مرض السكر بالتجويع هو 2 سنين. مريض السكر ما كانش بيقدر يعيش مع السكر اكتر من كده، على عكس اللي انت بتشوفه حاليا. مريض السكر بيقدر يتعايش مع المرض لسنين طويله. دكتور ضياء بسبب اتهامه لشركات الادويه، وفي واحده من الفيديوهات اللي ظهر فيها كان بيقول انه ممكن يتقتل علشان كلامه ده. مع ربنا وبس، لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت. ونفاجأ بوفاة الدكتور ضياء داخل دولة الإمارات. إزاي وإمتى وإيه اللي حصل له؟ وهنا انتشرت نظرية بتقول إنه دكتور ضياء العوضي اتقتل على إيد منظمات دولية ليها مصالح جوه شركات الأدوية دي، ومن هنا الموضوع اتحول لجريمة قتل. ودولة الإمارات اللي توفى فيها دكتور ضياء طلعت في تقريرها بتقول إنه توفى بشكل عادي نتيجة لجلطة في القلب، يعني مفيش أي شبهة جنائية. ودي التفصيلة اللي خلت الناس تلتفت أكتر لنظام وينتشر النظام ده أكتر من لما كان عايش دكتور ضياء. بص خلينا نتكلم بمنطق. دكتور ضياء قال لما اتسأل على أساس كلامه ده إنه عمل تجارب في عيادته الخاصة، وده بشكل عملي مش مقبول ولا حتى بشكل مهني. يعني إيه تعرض حياة مريض لخطر وتعمل تجارب مش تحت ضوابط طبية، وخصوصا لو كان فيها مخالفات لحقائق علمية مثبتة؟ ده غير إن هو مش دكتور متخصص في التغذية أو حتى الأدوية أو كل التخصصات اللي بيتكلم فيها الدكتور ضياء. وفي شهر 3 اتشطب اسمه من نقابة الأطباء، وده طبعا بسبب المخالفات الطبية اللي عملها. بعد موته في بعض النظريات اللي قالت كل فكر الراجل ده كان لجذب الانتباه، يعني سبوبة من الآخر، وخصوصا إن كشفه كان ب $400، ودي حاجة أنا وغيري ما نقدرش نقولها عليه، وخصوصا إن الراجل حاليا في دار الحق حتى لو كان اتقتل أو لا. ومن يومها انقسمت الناس على السوشيال ميديا لجزئين، جزء متبع لنظام الطيبات وجزء ماشي لنظام اللي مش طيبات. بس اللي اقدر اقوله لك انا كمريم انك لو كنت على الفيسبوك شاركني رايك وقول لي هل انت ممكن تجرب نظام الطيبات ده بعد كل التفاصيل اللي انا حكيتها لك؟ ولو كنت على القناه على اليوتيوب اتاكد انك عامل اشتراك في القناه. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.